السلام عليكم، معكم شيف صلاح الباتني. كنتي خدامه، كنتي مزروبه، ما عندكش الوقت باش ديري الغداء ولا العشاء. اليوم ان شاء الله حبيت نقترح عليك وصفه الرز فقط بكاس رز وعلبه تاع طونه، وانت حضرتيه ويجي بزاف بنين. نتمنى انكم تجربوه. اول حاجه في كاسرونه نديروا كميه من الماء، ونديروا ايضا شويه تاع الملح شويه تاع الزيت، نخليو الماء تاعنا يغلي، نضيفوا كاس نتاع رز. انا استعملت بسمتي، نطيبوه فقط بنسبه 80%. بالنسبه لاصوص، في مقله نديروا شويه زيت، نحطوا حبه بصل اللي نكونوا رابيناها في لاراب الخشينه ولا نقطعوا مربعات صغيره، نذبلوا البصله تاعنا، نضيفوا زوج حبات نتاع الطماطم ايضا اللي يكونوا رابيناهم، وسنه نتاع الثوم، نزيدوا زوج ورقات نتاع الرندي راح يعطيونا واحد البنه للرز، ملعقه تكون بومبي تاع طماطم مصبره، عندي شويه ملح شويه سكر باش نحيو هذيك الحموضه الزايده في الطماطم تاعنا، شويه تاع فلفل الكحل، شويه ايضا تاع الكمون، فلفل احمر حار ولا حلو، وعندي ايضا كميه من الزعفران اللي هي فاكولتاتيف اختياريه، تحبوا ديروا تحبوا ما ديروش. بالنسبه للرز تاعي بعد ما طاب صفيته وخليته على جهه. من جهه اخرى لاصوص تاعي ايضا بعد ما تقلات مليح مرقتها بكاس ونص نتاع الماء. جوست هزت لاصوص تاعنا هذيك الغليه، ضفت هذاك الرز اللي صفيته من الماء تاعو، ونخلطوا الرز مع هذيك لاصوص ونخليوه على نار قليله حتى يشرب هذيك لاصوص كامل. بعد ما يشرب من هذيك لاصوص نجيبوا علبه تاع طونه. تحبوا ديروا صوص بيكونت يعني الحاره كما تعرفوا ريكا مره وفيه الطون الحار، سينو تقدروا ديروا الطون العادي ولا ديروا تاع الزيت، هذا يرجع لكم. نخليوه يشرب هذيك لاصوص تاع الطون ونطفيو عليه النار، ما تخليوش يطيب بزاف لانه الطون ماهوش مليح كي طيبوه بزاف. وهذه هي نحطوه في صحن تقديم، وهذه هي النتيجه اللي كنت تشوفوا فيها، من اروع ما يكون. وصفه سهله سريعه تساعد بزاف الخدامات والمزروبات. تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.